التفاقة كيف بتشتغل التفاقة؟ كل ما واحد صرف كل ما دفع، مين بيصرف أكثر؟ بيصرفوا أكثر الأغنياء. يعني هيدي ضريبة حتى الأغنياء وهي 1%. لبنان ما لازم يقدم على خطوة أن يعطي زيادات بدون ما يكون في على الأقل مداخيل مقابلة. حنجتهد لنطلعه من أماكن أخرى. سوء الحظ يعني بسبب هالأزمة الأمنية اللي عم تمرق في ارتفاع كتير عالي الأسعار خاصة المحروقات اللي عم تنعكس بالداخل. لكن وهيدا مهم كتير، نحن كدولة ما عم نقبل، ما بنسمح أبدا إنه يستغل الظرف الأمني والارتفاع الأسعار العالمي لتضخم غير مبرر. هذه الحقيقة بدلاً من أن تكون سنداً إلى جانب المواطنين، آثرت الحكومة التأسيس عملياً لبيئة الغلاء في لبنان من خلال الضرائب المرتفعة مثل رسوم البنزين. واليوم يعبر المواطنون عن استياء واسع في ظل غياب الرقابة وتفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى. لبنان لم يكن يحتاج أصلاً إلى حرب لتحدث صدمة جديدة في الأسعار، فكلفة المعيشة مرتفعة أساساً مقارنة بالدخل، والعائلة اللبنانية باتت تكافح لتأمين أساسياتها اليومية. لكن مع توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان دخلت البلاد مرحلة ضغط معيشية أكبر. الأسعار انفجرت تحت تأثير 3 عوامل واضحة، وهي الحرب وارتفاع الطلب في رمضان وغياب الرقابة. النزوح الواسع الذي تجاوز 750 ألف شخص رفع الطلب بسرعة على السكن والغذاء والخدمات. وفي بيروت تحديداً قفزت بدلات إيجار بعض الشقق من نحو $500 إلى ما يقارب $4000 شهرياً. كما ارتفعت أسعار الخضار واللحوم والدواجن والغاز. وفي بلد يعتمد على الاستيراد فإن أي توتر أمني يرفع كلفة الشحن والتأمين والنقل، وعندما ترتفع كلفة إدخال البضائع إلى السوق يكون المواطن اللبناني أول من يدفع الثمن. لكن المشكلة الأكبر تبقى في غياب الرقابة الفعلية، فالأسعار تختلف بين منطقة وأخرى، وأحيانا بين متجر وآخر في الشارع نفسه. وفي نهاية المطاف تتجه الأنظار إلى الحكومة التي يفترض أن تضبط السوق، فمن دون رقابة حقيقية وإجراءات رادعة سيبقى الغلاء مفتوحا على مزيد من الفوضى.